تعالوا نتكلم النهارده عن فوائد وعيوب الغربة. حياة جديدة منفصلة عن حبايبك وعيلتك وأصدقائك وكل الناس اللي انت عارفهم في حياتك، وتنتقل لحياة تانية، حياة جديدة. حتى انت هتكون مش انت اللي كنت متعود عليه، واخد بالك؟ ما تنسوش يا شباب اللايك والشير للفيديو وكلامكم الحلو، وتكملوا الفيديو للاخر طبعا. وايه رايكم؟ هو محدش فينا يختار الغربة بمزاجه، اكيد غصب عنه لسبب من الاسباب، سبب ما. هو سبب ايه اصلا اللي يخلي واحد يسيب اهله ويسيب حبايبه ويسيب بلده يتعود عليها ويروح لمكان مختلف؟ هو الاسباب كتير، ممكن يكون لشغل، ممكن يكون لدراسة، ممكن يكون لاي سبب تاني مهما كان. طب هي ايه فوائد الغربه اللي انت هتتكلم عليها النهارده؟ هو من اهم الفوائد اللي انا شفتها للغربة ان انت هتعتمد على نفسك. انت هتعتمد على نفسك، لو ما اعتمدتش على نفسك مفيش حد تاني ممكن تعتمد عليه، مفيش حد تاني ابدا حرفيا. انت لنفسك، وكمان تشيل مسؤوليتك. انت لو غبت على المحاضرات، لو عملت اي حاجة غلط، انت هتشيل مسؤولية نفسك، فخلي بالك. حتى في الغربة هيتعلم الطبخ ويتعلم الغسيل ويتعلم حاجات كتيرة جدا عمرنا اصلا ما كنا بنتعلم، ما كناش عايزين اصلا نتعلمها، او ما كناش بنفكر انها نتعلمها يوم من الايام. ده اغلب الناس اصلا اللي في الغربة هيبقوا شيفات او بقوا شيفات اوريدي. اصلا لو ما طبختش اكل طعمه حلو فهتضطر تشتري اكل من بره، فهتصرف فلوس كتير، فغصب عنك لازم تتعلم تعمل اكل طعمه حلو عشان يعني تعرف تاكل. وانت طبعا في الغربة فانت قاعد لكذا سنة، مش لاسبوع او اسبوعين، فانت لازم تاكل عشان ما تموت. حاجه جامده جدا برضو انك تحس بقيمه الفلوس مهما كان بقى، انك تشتغل او اهلك بيبعتولك، كده كده تحس بقيمه الفلوس عشان انت اللي هتصرف. لو رحت مثلا على سبيل المثال تشتري لبس وصرفت فلوس قد كده في اللبس، فانت هتزعل قوي انك صرفت قد كده في اللبس. غير مثلا لو واحد يصرف حاجه قليله، فهتحس بقيمه الفلوس حرفيا. غير مثلا اهلك اللي بيدفعوا للمحل وكده، لا انت لما تيجي تدفع انت فهتحس بقيمه الفلوس، هتفهم قصدي لما تروح تدفع اي حاجه مهما كانت، اكل لبس اي حاجه هتحس بقيمتها. وكمان من فوائد الغربه حاجه جامده جدا بس مش كل الناس بتستغلوها، اللي هي تنظيم الوقت. انك تنظم وقتك علشان تكون في افضل نسخ من نفسك، تعرف تذاكر وتطبخ وتغسل وتتفسح وتعمل اللي انت نفسك فيه. فلازم تنظم وقتك، لو ما نظمتش وقتك حاجة هتعلى وحاجة هتوطى، ومش هيبقى في توازن في حياتك، فهتلاقي في خلل في حياتك في حاجة ما. يعني ده كمان في حاجة من فوائد الغربة ان انت بتتعرف على ناس جديدة، ثقافات جديدة، جنسيات جديدة، لغات جديدة، يعني في بيئة جديدة، تقاليد بتاعت شعوب جديدة، فهتكون في حاجة جديدة حرفيا في كل حاجة. هو من كل كلامك ان انت الغربة حاجة جامدة جدا وبتعلم الواحد مليون حاجة، ومفيش احسن من الغربة، ولا ايه؟ غربة بتعلمك حاجات كتيرة جدا زي ما انا قلت لك، بس لكل حاجة عيوب ومميزات. مفيش لحاجة عيوب بس، لا اكيد في مميزات، ومفيش لاي حاجة مميزات بس، اكيد في عيوب الاخ. طب ممكن تقول لنا شوية من عيوب الغربة عشان برضه نكون فاهمين مميزات وعيوب؟ من عيوب الغربة اللي هو اكبر عيب انك تكون بعيد عن اهلك وحبايبك واصحابك واخواتك وكل الدنيا اللي انت كنت عارف. والعيب ده هتحسه بطريقة مبالغ فيها، بالاخص في شهر رمضان. ليه بقى؟ علشان في رمضان بتكون انتوا عارفين ان بنكون في بقى اهلنا وبناكل سوا ونفطر سوا ومش عارف كلام من ده. في روسيا بقى او في اي دولة اجنبية في الغربة الخ يعني بتفطر لوحدك، اللي هو رمضان كأنه اي شهر عادي خالص. فديت بتحسسك من جوه انك زعلان شوية، بس الواحد بيتعود فخلاص يعني. ومن عيوب الغربة هي البلد اللي انت هتروح اللغة بتاعته، تكون حاجة صعبة جدا انك تتعامل مع ناس لغتهم غير لغتك، عندهم ثقافة غير ثقافتك، طريقة تعامل غير طريقتك، اللي هو هتكون بالنسبة لك في الأول صعبة سيكا، بس الموضوع هيتسهل إن شاء الله يعني. وأكبر حاجة بقى من عيوب الغربة هي الفلوس، إنك هتصرف فلوس كتيرة، حرفيا كتيرة، وبالأخص لو أنت لسه مبتدئ في الدولة اللي أنت فيها، اللي هو أنت مش عارف أرخص مواصلات إيه، أرخص أكل إيه، أرخص محلات إيه، أرخص حاجة إيه، ما بتعرفش، فهتصرف فلوس كتيرة في الأول.
وبجد هتكون فلوس كتيرة 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 حرفيا. وكمان لما تتعود هتصرف برضه فلوس كتيرة، ما اختلفناش، بس انت لو اشتغلت في الموضوع هيكون بالنسبة لك ميسر شوية. وحاجة برضه من عيوب الغربة ان انت لو حصل لك حاجة لا قدر الله، تعبت الاخ، مفيش، ما حدش هيكون خايف عليك بمقدار اهلك او صحابك اللي هم قوي بقى اللي كانوا في بلدك، فما حدش هتلاقيه واقف جنبك اللي هو قوي، فاهم؟ فده برضه عيب من عيوب الغربة. بس انت هتكون شخص ذكي جدا لو عرفت تخلي للغربة مميزات اكتر من عيوب. استفيد بالمميزات اكتر من العيوب. ناس كتير قوي تغربوا واستفادوا وعملوا فلوس وعملوا حياة حلوة جدا، وفي ناس ما عملوش حاجة. ففي كده وفي كده، وده بيعتمد عليك انت. اللي ما عملش لايك يا شباب فده عيب جدا في حقكم حرفيا. ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان القناة تكبر. خلاص وصلنا ل 5% من الحلم المؤقت بتاعي اننا نوصل ل 100,000 شخص. دلوقتي 5000 وشويه، اللي هو 5%. فهانت بقى، وان شاء الله كلنا بنعلى سوا. القناه بتاعتنا كلنا مش بتاعتي انا بس. وبس ده كان الفيديو. واقول لكم بقى على المواعيد برضه الفيديوهات عشان ما تنسوش. يوم الاحد والثلاث والجمعه الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، بس يوم الجمعه هيكون فيديو اجابه على الاسئله. تمام كده؟ وبس ما تنسوش بقى اللايك والشير. شكرا على المشاهده، واشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.